أهلا بكم. معكم هلال. زمان كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة يدورها بحر، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى تلك المناطق. لم يكتشفوا الأمريكتين ولا أستراليا، وخريطة صغيرة، جزء من إفريقيا وجزء من آسيا وأوروبا كما ترون في الشاشة. أوروبا، إفريقيا اسمها ليبيا، شبه الجزيرة العربية والشرق آسيا يدورها الماء. كانت أسطورة اسمها ياجوج وماجوج، ويدعون السكيثيون أو السقوث، وهم شعب مختلط من الترك والروس والأوكرانيين. الآن فيهم الإيرانيين، وكما ترون في الخريطة تدور هذه القصة حول بوابات قزوين، أي تسمى بوابات الإسكندر، بوابات ذو القرنين. عمل سد ليغلق فيه، وهو سد أسطوري يقال أنه بناه الإسكندر المقدوني في القوقاز ليمنع قوم البرابرة المتوحشين وهما ياجوج وماجوج. وبني هذا السد في مضيق داريال كما ترون في الشاشة. هو سد وهمي لا يوجد الآن كما ترون. للأسف كتبت عنه هذا الإسكندر قصص كثيرة، والدليل في علم الآثار. وهناك مثلا الأواني و العملات الدرهم تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وهنا أيضا عملة ترونها في المتحف البريطاني تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. من روج لهذه القصص في بادئ الأمر هو الكاتب يوسيفوس اليهودي المتوفى في القرن الأول، وكتب وقال: ماجوج أصل الذين سموا على اسمه الماجوجيين، لكنهم يسمون من طرف الإغريق السكيثيين. ومعكم المرجع. ثم يقول: هناك أمة من الآلان، والتي ذكرناها سابقا على أساس أنها السكيثيون، يسكنون قرب بحر آزوف. هذه الأمة في نحو هذا الوقت خططت للانقضاض على مادي وما وراءها من أجل نهبهم. بهذه النية تعاملوا مع ملك هيركانيا طبرستان حاليا، لأنه كان هو القائم على الممر الذي أغلقه عليهم الإسكندر بالحديد. والمرجع أمامكم. إذا يوسيفوس في القرن الأول روج لأسطورة أن هناك قوم متوحشين يجوج وماجوج غلق عليهم الإسكندر بالحديد في مضيق داريال، وهم يسمون السكيثيون. يكمل يوسيفوس ويقول: هنا بني الإسكندر الأكبر لاحقا بوابته وسماها بوابات قزوين. ومعكم المرجع. ثم يكمل ويقول: من هناك يظهر أنه ليس هناك أي مخرج سوى بوابة طبيعية، وكأنها معمولة بيد بشرية، تسمى منذ القدم بوابات قزوين. انظر، الإسكندر بن فيليب الإسكندر بن فيليب بني سدا في هذا المكان المشار إليه، وجعله حاجزا هناك بينهم بين الأشرار يجوج وماجوج والصالحين. وهذا الإسكندر المقدوني سموه ذو القرنين. والدليل الآخر رسالة القديس جيروم تعود إلى القرن الثالث، ويقول فيها: قيل لنا أن أسرابا من الهون انسكبت من جهة البحر البعيد آزوف في منتصف المسافة بين النهر الجليدي تانيس وقبائل المجوجيين، حيث سد الإسكندر الذي يصد المتوحشين خلف جبال القوقاز. هذه الأسطورة كانت في القرن الثالث، روج لها يوسيفوس، القديس جيروم، اليهود، ثم المسيحيين. أيضا هناك إيزيدور السفياني في القرن الخامس يقول: يشتق اسم القوط ماجوج، ثم يقول: هؤلاء هم الذين تجنبهم الإسكندر، وهذا في تاريخ القوط. اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد خدعوا باسمه وظنوه مؤمن موحد، لأنه هناك قصة حكاها
يوسيفوس في القرن الأول قال: عندما رأى الإسكندر الجموع عليها ثياب بيض والكهنة يلبسون بلباس الكتان ورئيس الكهنة في ثوبه الأرجواني والقرمزي، سجد للإسم يعني يهوه، وقال: أنا لم أسجد للكاهن لكن للإله الذي أكرمه بكهنوته العظيم، لأنني رأيت هذا الشخص نفسه في حلم رؤيا. يعني كاهن من الكهنة اليهود في بيت المقدس سجد للإسكندر، وهذا في رواية يوسيفوس. ويقول: ولما ذهب للهيكل قدم ذبائح لله، يعني يوسيفوس. وهذه أسطورة يعني غير حقيقية يرويها يوسيفوس، خدعوا من طرف إسكندر. ولما ذهب للهيكل قدم ذبائح لله بحسب إرشادات رئيس الكهنة، وعامل رئيس الكهنة معا معاملة رائعة. ولما تم عرض سفر دانيال عليه، يعني تم عرض عليه سفر من أسفار دانيال، حيث ذكر دانيال أن واحدا من اليونان سيدمر إمبراطورية الفرس، وقال الإسكندر المقدوني الذي سمي ذو القرنين أنه ذلك الشخص، ولكم المصدر. الدليل الآخر أنه كيف خدع اليهود والمسيحيين به، أنه سمي كل يهودي ومسيحي ابنه البكر الإسكندر، وإلى الآن يعتبر اسما يهوديا. وحتى أنهم بدأوا تاريخهم باعتبار السنة الأولى في سنة انتصاره على الفرس، عملوا أعياد على الإسكندر المقدوني الذي كانوا يعتقدون أنه موحد، وسموا أولادهم باسمه، ثم اعتبروا 25 تفت عيدا صغيرا لهم بسبب لقاء الإسكندر مع الكاهن شمعون هت صادق. أيضا الملك المؤمن الإسكندر ابن فيليب يذكره يعقوب السروجي صفحة 167 في كتاب سودو كاليستيناس للإسكندر، الكتاب المزيف للإسكندر، ولكم المرجع. لا أخفي عليكم أنه أيضا التفاسير الإسلامية مثل ابن هشام في القرن الثاني قال إنه الإسكندر ذو القرنين هو الإسكندر الذي بني الإسكندرية فنسبت إليه، وهذا في السيرة النبوية خبر ذو القرنين جزء 2 صفحة 67. أيضا في المقرزي نقلا عن ابن عبد الحكم المتوفي في القرن الثاني قال: كان الذي بني الإسكندرية وأسس بناؤها ذو القرنين الرومي واسمه الإسكندر، وبه سميت الإسكندرية. أيضا يكمل أحمد بن إسحاق اليعقوبي المتوفي في القرن الثاني: ثم ملك ابنه الإسكندر، يعني ابنه، وهو الذي يقال له ذو القرنين، واسم أمه المفيدة، وكان معلمه أرسطاطاليس الحكيم. هكذا يقول المرجع. أيضا في تفسير الطبري في القرن الثاني يقول: قال: جئتم تسألوني عن ذي القرنين وما تجدونه في كتاباتكم، كان شابا من الروم فجاء فبني مدينة مصر الإسكندرية، وهو الإسكندر المقدوني. وفي تاريخ الطبري يكرر: وكانت النصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين، وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم. أيضا يقول بن طاهر المقدسي في القرن الثالث: وقد اختلفوا في ذي القرنين هل هو الإسكندر الرومي المقدوني، يعني هنا استثنى شخص الإسكندر المقدوني، أو شخص آخر. البدء والتاريخ نسب لأحمد بن سهل البلخي، وهو في الحقيقة لمطهر بن طاهر المقدسي الذي توفي في القرن الثالث. أيضا لتاريخ دمشق لابن عساكر المتوفي سنة 571 يقول: ذو القرنين واسمه الإسكندر بن فلسطين، هكذا نطق اسمه. أيضا القرطبي في القرن السادس والرازي في القرن السادس أيضا يقول أنه الإسكندر المقدوني. والكتاب المنتحل لكاليستينس كما ترونه في الشاشة هو الذي أيضا روج لهذه الأسطورة، وهذا الكتاب يعود إلى القرن الخامس. وهنا كما ترون يقول: أيها الإله رب الملوك والقضاة، إني أعرف في ذهني أنك عظمتني على كل الملوك وجعلت لي قرنين على رأسي،
وهذا في صفحة 146 في كتاب سودو كاليستينس المنتحل لكاليستينس. النسخة اليونانية تعود إلى القرن الثاني، وفي صفحة 52 يوجد هذا الكلام لكاتب المنتحل لكاليستينس، ولكم المرجع. أيضا الترجمة اللاتينية تعود للقرن الرابع، صفحة 54 تقول: تاريخ الكتاب المنحول لكاليستينس تمت ترجمته للاتينية من طرف يوليوس فاليريوس، والأسقف ليو يوليوس فاليريوس عاش في القرن الثالث أو الرابع الميلادي. أيضا هناك النسخة السريانية تتوافق مع النسخة اللاتينية في صفحة 58، يقول: الكتاب السرياني المطبوع في الصفحات التالية يتوافق بشكل معقول مع النص اليوناني للكودكس ومع الترجمة اللاتينية ليوليوس فالاريوس. أيضا الكتاب المزور لكاليستينس صفحة 146 يقول: يا رب إلى الأبد ليكن ذكرك من الأبد إلى الأبد، سأكتب اسم الله في دستور مملكتي حتى يكون له ذكر دائم، وإذ جاء المسيح ابن الله جاء أيامي أنا وجيشي سنعبده. هذا الكتاب المنتحل لكاليستينس وكل القصص الأولى من طرف اليهود والمسيحيين، وهذا الكتاب روجوا أنه ذو القرنين الإسكندر المقدوني موحد، لكن في الحقيقة هو ليس موحد ليس إنسان صالح، بل هو مثلي وشرير. وكل الأبحاث التي ترونها الآن تقول أنه إنسان غير مؤمن وشرير. مثلا أيضا في هذا الكتاب ستقولون ليس هو الإسكندر، هو شخص آخر، هو كورش، ذكر 19 مرة في الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي، مذكور في سفر الأخبار وعزرا وأشعياء ودانيال. وأيضا ستقولون لي أشعياء 45:1: هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش، أي مسيح الرب أي مؤمن. كورش سمي مسيح الله، لكن ليس إيمان، بل الله الذي اختار الملوك في كل العالم. مثلا في سفر الأمثال 21:1 تقول: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله، أي الملوك الله هم الذين يستخدمونهم سواء مؤمنين أو غير مؤمنين. أيضا في يوحنا 19:10-11 لبيلاطس قال له يسوع: لم يكن لك سلطان البتة إن لم تكن أعطيت من فوق، أي من الله. إذن كورش مسيح الرب ليس معناه أنه إنسان موحد مؤمن، بل كغيره من المسحاء الآخرين. مثلا شاول كان شرير، الملك صدقية كان مخادع، الأشوريين الذين استخدمهم الله لمعاقبة اليهود شعب الله كانوا مسحاء أشرار. في المتحف البريطاني اسطوانة كورش طولها 23 سنتيمتر، عرضها 11 سنتيمتر، عليها أكثر من 40 سطر كتابة يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، مكتوبة باللغة الأكادية القديمة، ومكتوب فيها التالي: كورش وثني، في السطر 26-22: مردوخ الإله العظيم، ابتهج بأعمال الورعة وباركني جدا، أنا كورش الملك الذي يعبده، وقمبيس ابني وكل جنودي كلنا أمامه نعظم ربوبيته بكل فرح. إذن كورش وثني يعبد مردوخ. في السطر 35 يقول: صلوا يوميا أمام بيل، الإله بيل والإله مردوخ والنيو، من أجل عمر طويل لي، وليقول كلمة جميلة عني لمردوخ إلهي، قائلين: ليكن كورش الملك الذي يعبدك وقمبيز ابنه، إلى آخره. إذن كورش وثني. وأيضا توجد علامة عليه 4 ريشات، وهي تعود إلى إله مردوخ الذي كان له نفس الشكل، وكان يصارع تنين له أجنحة. فكورش عمل مثل مردوخ وقام بما يسمى الأجنحة 4، والذي على رأسه هو تتويج إلهي فرعوني موجود في المتاحف الفرعونية، وتسمى تماثيل مشابهة للإله المصري تاتن. في هذه التماثيل
يوجد حورس ابنه إيزيس وفرعون، وترون في الشاشة تتويج الألوهيات والملوك. كورش يعبد مردوخ وقمبيز ونيبو وآلهة الفراعنة، وكان وثنيا. والإسكندر المقدوني كان أيضا وثنيا، شخص لا يتصل بصلة مع الآلهة السماوية. أشكركم، إلى حلقة أخرى.